يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول فيديو ليا بالحجاب. عايزة طبعا اشكر ربنا جدا ان ربنا اكرمني بلبس الحجاب، والحمد لله انا مرتاحة فيه جدا الحمد لله. وعايزة طبعا اشكر كل حد كان بيدعي لي هنا على الصفحة، كل حد كان بيبعت لي يدعي لي ويدعيني للحجاب، سواء على الخاص او في الكومنتات. كل حد كان بيقول لي اتحجبي وبينصحني بأدب من غير ما يجرح فيا او يشتمني او يغلط فيا. بجد شكرا، الف شكر. ربنا يساعدكم ويحفظكم وما تحرمش منكم ابدا. هو طبعا يعني الخطوة جت متأخرة شويتين ثلاثة، بس كله بأوانه. وزي الأجانب كده ما بيقولوا better late than never، يعني أحسن إنه متأخر أحسن من ما فيش، فالحمد لله على كل حال. وعايزة أقول لكم أنا ما حدش من أهلي أجبرني ألبس الحجاب، ما حدش غصب عليا ألبس الحجاب. أنا لبسته علشان جات لي رسالة واحدة بس. الرسالة دي مش من أي حد، مش من بني آدم. الرسالة دي جات لي من ربنا سبحانه وتعالى. قاعدة في شغلي عادي خالص بشعري، ما فيش مشكلة عندي، وما بفكرش في الحجاب ولا حاجة. وفجأة حسيت ان انا عايزة البس الحجاب. فجأة حاجة جت قالت لي، فكرة جت قالت لي انت لازم تلبسي الحجاب. فكرة سيطرت عليا، يعني مش فكرة جت وراحت، دي فكرة سيطرت بشكل غريب. خلتني لا عارفة اذاكر ولا عارفة اشتغل ولا عارفة، مش عارفة اعمل اي حاجة غير ان انا قاعدة بفكر ان انا لازم البس الحجاب وبسرعة بسرعة. فهمت انها رسالة من ربنا. ربنا سبحانه وتعالى مش لازم هو، يعني مش لازم بنفسه ربنا يجينا علشان يدعونا. ربنا بيبعت لنا رسائل، بس الشاطر اللي يفهمها. وهو ده اللي انا عايزة اقوله من الفيديو النهاردة. انا جات لي رسالة، حاجة مسيطرة عليا بتقولي البسي الحجاب. فهمت على طول ان ده ربنا عايز يقولي كفاية بقى، آن الاوان بقى انك تلبسيه. هبقى ظلمت نفسي قوي لو طنشت الرسالة دي، لان انا في الاول حاولت اطنشها. انا بكلمكم بصراحة، شغل شيطان بقى. لا مش هلبس الحجاب دلوقتي، لا مش عايزة. بس كان لازم اقاوم الشيطان، والحمد لله ان انا نجحت وتغلبت عليه. دايما ربنا بيقول ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. يعني انا هظلم نفسي لو جات لي آية من ربنا، لو ربنا دعاني لحاجة وانا ما سمعتهاش، وانا طنشت رسالته. ما ينفعش. انا دايما مؤمنة ان الدنيا دي ما فيهاش صدفة، يعني ما فيش صدف. ربنا ما خلقش حاجة بالصدفة. فلما تلاقي نفسك قاعد قدام مثلا شيخ، انت مثلا مدخن، وفي شيخ بيتكلم في التلفزيون ان التدخين حرام، ما تطنش، لان دي رسالة ربنا. ربنا خلاك تقعد في الوقت ده قدام التلفزيون عشان تسمع الشيخ، عشان تبعد عن التدخين مثلا. فنفس الكلام، هو ربنا بعت لي رسالة، انا هبقى بظلم نفسي قوي لو ما سمعتش الرسالة دي او ما اخدتش بالي منها. وطبعا تاني رسالة من ربنا بعتها لي عن طريقكم، عن طريق الناس. ما هي ألسنة الخلق أقلام الحق. فالناس دي، الناس اللي كانت بتدعوني للحجاب على الصفحة، الناس اللي كانت بتدعي لي، ما هو كل ده برضو رسالة من ربنا. هو ايه اللي خلى الناس دي تدعي لي؟ ايه اللي خلى الناس دي تقولي تحجبي؟ ربنا هو اللي سخرهم ليا. فالحمد لله. اللي انا عايزه اوصله لكم من فيديو النهارده، بعد طبعا ما تباركولي، ان خلي بالكم من رسائل ربنا. خلي بالكم ان مفيش حاجه بتحصل بالصدفه. قاعده قدام التلفزيون وانتي مثلا مش محجبه زي ما انا كنت، زي حالاتي كده، لقيتي شيخ بيتكلم على الحجاب، اعرفي ان ربنا باعت لك الرساله دي. خلي بالك منها، ما تطنشوش رسائل ربنا. لان تاني بقولها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. انت كده بتظلم نفسك لما ربنا يبعت لك رسالة وانت تطنشها. خلي بالكوا قوي من رسائل ربنا. بشكركم جدا، ربنا يهديني، ربنا يهديكم، ربنا يهدينا جميعا. تاني شكرا لكل الناس اللي كانت بتدعي لي، الناس اللي كانت بتدعي لي من قلبها، بجد بشكركم جدا. ادعوا لي بالثبات وربنا يهدينا جميعا.